دي نقطة مهمة جدا، ودي بتوضح لنا ليه الناس اللي بيلعبوا على مستوى الاسترينث او باور ليفتر بشكل عام بيبقى عندهم قابلية للزيادة العضلية بشكل كويس قوي لو اهتموا بالحتة بتاعة الهايبرتروفي. هم اصلا في تمرينهم عاملين ريكروتمنت لكل الفاست تويتش ماسل فايبر بشكل عالي جدا، ان كل تمرينهم حرفيا بيتطلب منهم انهم يطلعوا باور عالي ويطلعوا قوة عالية اثناء التمرين. كل الفاست تويتش ماسل فايبر اللي موجودة في جسمهم معمول لها اكتيفيشن بشكل كويس جدا. زي ما قلنا ان هي عندها قدرة اكبر ان يحصل لها هايبرتروفي او زيادة عضلية اكتر من السلو. مجرد ما الناس بتوع الباور ليفتر او الناس اللي بتلعب على الاسترنس تبدا تهتم شويه بالريكفري، تبدا تهتم شويه بالاكل بتاعها وتنظيمه، تبدا تهتم شويه بالفوليوم وتقسيمه التمرين بتاعتها والسلكشن تحديدا بتاع الاكسرسايز، كمان يبداوا يزيدوا عضلات وبيحصل لهم هايبرتروفي بشكل رهيب. زي ما قلنا كده كده الماسل فايبر اللي مسؤوله عن الزياده اصلا واخده الدوز بتاعتها من التمرين بشكل حلو قوي، هي محتاجه تكه صغيره وتبدا انها تطير. كل ده ناتج من الجزئيه البسيطه دي، ان عندك القدره بتاعه الفاست تويتش ماسل فايبر على الهايبرتروفي او الزياده العضليه اكتر بكتير من السلو.